السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده مع بعض احلى فطيره مشلتت فلاحي بطريقه سهله وبسيطه جدا ولا اطعم من كده. معايا هنا كيلو دقيق، حط عليه معلقتين كبار من السكر ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر بس عشان خاطر يهشش الفطيره معاه، وذره ملح، يعني ربع معلقه ملح. ونقلب كده المكونات الجافه مع بعض وننزل بقى بالميه الدافيه. الفطير ما بتحطلوش خميره، ميه وسكر وملح. ونقلب بقى كده المكونات مع بعض وبالراحه نعجن، نلم الدقيق كده حبه حبه بميه زي فتره، مش سخنه ولا ساقعه، فتره. ونقلب بقى كده مع بعض العجين زي ما انتم شايفين. طبعا الجوانش هنا مضايقني في العجن، بيلزق العجينه، بتلزق فيه. طبعا انت بيدك هتبقي متحكمه اكتر من كده. بصوا تعجني بقى تمام كده. بصوا طريقه العجن، تفردي وتلمي تفردي وتلمي. اي اكتر عجينه عشان تطلع مظبوطه معاكي العجن انك تخدميها كويس. عندك عجان طبعا هيسهل عليكي، بس كل ما تخدميها كل ما تطلع لك النتيجه احلى. هنا خلصت، دهنتها بزيت وسبتها ترتاح 10 دقايق، وبعد كده هبتدي اكور في صاج او صينيه عندي مدهونه بالزيت. كل الكور قد بعضها، يعني بص الكوره مقاسها قد ايه. هعمل كل العجينه بنفس الطريقه دي كده، هكورها كلها مره واحده ونسيبها ترتاح تاني. لو بس ريحتها حوالي 10 دقايق عشان اعرف اقطعها كده، ونرجع نحطها تاني في الصاج مدهون كده بالزيت عشان الوش ما يقشفش، ونغطيها يا بكيس كده زي ما انا عامله، يا اما بفوطه، بس كيس احسن عشان الفوطه ما تسحبش منك السمنه والطراوه اللي في قلب العجين. هسيبها بقى كده ترتاح 10 دقايق او ربع ساعه عشان ايه نعرف نفردها. عندنا بقى السمنه البلدي بتاعتي. الفطير احلى حاجه فيه السمنه البلدي، بيبقى طعمه تحفه. ونفرد كده. بص دي هنفردها، مش هنفردها قوي، يعني هنفردها كده في نص فرده بس ونشيلها على جنب ونحط واحده غيرها. بصوا كده دوك، بس بتفرديها حاجه بسيطه وبتشيليها في صينيه على جنب، وبتكملي بقيه ايه الكور بتاعتك. الفطيره عموما بتبقى حوالي مثلا 6 كور من الصغيرين دول. لو اتقطعت منك زي ما عملت كده عادي مفيش مشكله. بصوا نشيلها على جنب ونحط واحده تانية تحتها شويه زيت وبالسمنه البلدي ونحط. مفيش سمنه بلدي عندك، اي سمنه نباتي عندك تنفع، بس هو معروف يعني بتبقى حلوه قوي بالسمنه البلدي. افردي كده. هحط بقى كل الطبقات بتاعتي، ال5 طبقات فوق بعض او ال6 طبقات حسب ما انت عايزه سمك الفطيره ايه، وهنفردهم لحد ما نفرد اخر حاجه خالص في العجينه. انا كنت مصور الحته دي بس اتقطعت، التليفون فصل وانا بصور. بصوا فردت كل الطبقات كده على بعضها. كل ما بتستريح كل ما بتعرفي تفرديها معاكي بالطريقه دي. خلاص فردتها كده على بعضهم تمام. هرش بقى رشه سمنه واروح مطبقه كده زي الظرف. بصوا كده تطبيقه من هنا، ونحط برضو سمنه ونطبق الجزء التاني عليه وندهن السمنه بتاعتنا. بصوا مربعه كده زي الظرف كده. بصوا كده. بصوا العجينه حلوه ازاي ومش مرتاحه ومخدومه كويس، فمساعداكي في انك انت تفردي وتشيلي وتحطي فيها. هسيبها برضو ترتاح على صينيه على جنب على ما تيجي ايه اسوي. الفرن متسخن على اعلى درجه حراره عندك، وبنحط الفطيره فيها دوبك 10 دقايق من تحت تاخد اللون، نولع عليها الشوايه. متاخدش وقت خالص الفطيره، زيها من زي المعجنات البيتزا والكلام ده. هنا بقى معلقتين سمنه بلدي على معلقتين قشطه بتاعت وش اللبن، نحطهم على بعض وندهن بيها وش الفطيره. ودخليها بقى زي ما قلت لك درجه حراره اعلى درجه حراره عندك في الفرن. مش هقول لك رقم معين، ان في ناس ما فيش فرن عندها عليه درجات حراره، فاعلى درجه حراره بنحط عليه الفطير. زيه زي البيتزا زي اي حاجه معجنات بتبقى عايز درجه حراره على طول. بصوا بعد 5 دقايق الفطيره وشها قب ازاي. كده بقى نولع الوش بتاعها وبس كده. طلعي معاكي احلى فطير مشلتت فلاحي تحفه. جربوه بالطريقه دي، متنسوش تعملوا الشير واللايك وسبسكرايب للقناه، واستنوني في وصفات جايه كتير. باي باي.